في الليل تم تمرير الفصل المتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيا في انتظار الجلسة العامة بيان سور اللي تعرفت بسيارة لكل مواطن واللي ولات توا سيارة لكل عائلة. نحبوا نفهموا بعض التفاصيل فيها. شكرا لقبول دعوتنا. معنا النائب محمد زياد الماهر عن جهة المبادرة وعضو اللجنة المالية بمجلس النواب. سي زياد صباح الخيرات، مرحبا بيك. صباح النور، مرحبا يا اختي جيهان. مرحبا بك سي زياد. قبل كل شيء تنجم تفسر لنا باختصار اليوم شو هالمقترح هذايا؟ سيارة لكل تونسي بسعرها الأصلي اللي سميتوها سيارة لكل مواطن وبعد ولات سيارة لكل عائلة. اختي جيهان، هو المبادرة ترجع للسنة الفارطة وقت تقدمنا زوز مجموعات نيابية، قدمنا بمقترحات إضافة فصول لقانون المالية يتعلق بالسيارة، سيارة العائلة أو سيارة لكل تونسي. وضمينا المقترحين في فصل واحد، وبعتالي شفتوا الناس الكل. وزارة المالية يعني قدمت خلينا نقول حجج هكا ومبررات النواب ارتأوا، أغلبية النواب ارتأوا أنه يقع سحب هالمبادرة ولا سحب تصويتهم، يعني عبارة صوت ضد، مش لأنهم مش مقتنعين بالمشروع القانون، بل بعد تعهد قطعته وزارة المالية بأنه انطلاقا من فيفري باش نبداو نناقشوا المسألة هذه مع وزارة التجارة، مع البنك المركزي، باش نشوفها من الجوانب الكل، مع الديوانة، مع وزارة المالية. إلا أن الشيء هذا ما صارش. مشينا احنا في مشروع مقترح قانون، وشو كنتوا شفتوه وحكينا فيه حتى في إذاعتكم وفي برشا. المهم حكينا على المقترح القانون هذا، سيارة لكل مواطن وبعد وليت سيارة لكل عائلة. فسر لنا المقترح هذا اللي يهم المواطن التونسي. هوني سي زياد الماهر، المقترح هذا شكون الفكرة الأساسية من وراء؟ شنو الشروط اليوم اللي يسمع فينا مثلا؟ شكون باش يتمتع بها السيارة هذه بسعرها الأصلي؟ خلينا نقول باهي اختي جيهان، هو مهم من ذكرت بالحيثيات. تفضل. باش احنا باش الرأي العام يعرف انه المسار اللي مشيت فيه القانون وكيفاش تطور. المهم احنا زوز مجموعات قدمنا المقترح إضافة فصول في قانون المالية، توافقنا حول فصل واحد، دخلنا به احنا مع بعضنا عودنا دخلنا به للجنة المالية وفي نقاش مع وزارة المالية. كان نقاش احيانا ما كانش سهل، وساعات هكا نوصلوا لاتفاق، لانه مع السيده الوزيره معناه وصلنا قطعنا شوط كبير برشا في التفاوض حول الفصول وحول فكره المشروع القانون، ووصلنا لمرحله متقدمه. بعتالي الحقيقه الموقف اللي قدمته لنا الوزاره، يعني انه مقترح القانون هات نمروه لكن يصاغوا بامر لاحقا، هذه احنا رفضناها. وذاك علاش رجعنا للنسخه نتاعنا، رجعنا للنسخه اللي دخلنا بها، رجعنا للنسخه نتاعنا اللي هي بيدها نسخه معدله. خذينا بعين الاعتبار راهو برشا اعتبارات قالتهم للوزاره باش نعديو حاجه معقوله وقابله للتنفيذ، وباش ما تتركش في الرف، وباش ما نقعدوش نستناو في اوامر ترتيبيه وما تصدرش. فسر لي، خلينا نغوصوا اكثر معك. باهي حاليا السياره هذه هي اصبحت هي سياره العائله، يعني سياره اللي تتوفر فيها صفه العائله. بيان سور حتى المشروع فيه يعني يوجه حتى لمن يملك ولا لمن له صفة رئيس العائلة، كانوا أرمل أو مطلق بطبيعة الحال، أو العكس مطلق أرمل، باش ما نحرموش هكا شريحة معينة. كل معناها معمول للكوبل، أي كوبل معناها يمشي يتقدم بطبيعة الحال. ثم شرط هذاك الدخل انه ما يلزموش يكون دخله عالي برشا، وهي مساله راهي ناقشناها وما زالت تتناقش. معناها ما يلزمش يكون دخله عالي برشا. تعرف انت اصحاب الدخل العالي ينجموا يدفعوا الاداءات وينجموا يدفعوا الضرائب. الحقيقه احنا توا معناها سقف الدخل ما حددتهوش. سقف الدخل حددناه بشكل اولي
لكن هو راهو من هنا للجلسه العامه هو قابل راهو للنقاش. احنا الحقيقه حطينا سقف عالي، احتمال ننزلوا فيه شويه باش ديما باش تخلي. قداش حطيتوا السقف الداخل؟ 10 مرات 10 مرات حطينا 10 و14 مره الدخل الخام، يعني 10 مرات السميك. والعائله تستفيد بها مره في العمر؟ مرة في العمر، مرة بالنسبة للأعزب هل ينجم يستفيد بها السيارة هذه، سيارة العائلة أو سيارة لكل مواطن؟ الأعزب باش نحثوه على الزواج يمشي. ما هيك قبل كانت له مشكل لازم يعمل كرهبة بعدين يتزوج. توا كيفاه؟ باش تولي السيارة محفز باش يمشي يتزوج. باش تعملوا له شرط معناها لازمك تاخذ السيارة بعد مدة تتزوج. لا يعمل يتزوج وبعدين يمشي ياخذ الكرهبة هو وزوجته. معناها الأعزب لا ما فماش الأعزب، لازم تكون عندك عائلة. إذا حاليا في المشروع في المرحلة اللي وصلنا لها القانون ماشي موجه للعائلة. واضح. فما موافقة مبدئية انه لجنة المالية في الغرفتين وافقت مبدئيا على الفصل. ما خليني نكون واضحة معك، الجلسة العامة حاجة أخرى. تفضل يا تفضل سيدي. واحنا وقت اللي رفضنا مقترح الوزاره انه يمرر بامر، عدينا المقترح نتاعنا على التصويت وصوت عليه وتعدى، وتو التقرير ساعه اخرى يوجه لمكتب المجلس، لانه والتقرير تضمن بشكل نهائي اللجنه الماليه بشكل نهائي صوتت على مقترح قانون سياره العائله. باش يمشي للجلسه العامه، باش تجي الوزاره، باش تجي وزاره التجاره، نستناو احنا تجي وزاره التجاره البنك المركزي باش يحكي لنا على الديفيز، كيفاش نخرجوا العمله، كيفاش ما نخرجوش، والمعلوم الديواني اللي باش يورد كيفاش التفاصيل هذه. احنا منفتحين باش نناقشوها مع الطرف الحكومي باش يكون المقترح القانون ديما باش يكون الفصل ديما قابل للتنفيذ وواقعي. بالنسبه هون يسالونا يتفاعلوا معنا، سامحني سي زيد الماهر، يتفاعلوا قالوا لنا حددتوا سعر السياره مثلا ولا كل واحد ينجم يجيب السياره اللي يحب عليها؟ حددنا شنو سعر السياره هذه، سياره لكل عائله. تفضل سيدي. ما حددناش سعر السياره، يعني حددنا سعه الاستوانه. وقلنا لك انت من حق التونسي انه ياخذ FCR مره في عمر، عباره على انك انت مقيم في الخارج. كيما الناس التونسي المقيم برا يتمتع بامتيازات، التونسي المقيم هنا العائله التونسيه من حقها انه تتمتع FCR مره في العمر. ويظهر لي ما طلبناش حاجه عزيزه جدا وحاجه مستحيله، وبالتالي هك علاش احنا متمسكين، وهك علاش الساده النواب البارح في اللجنه الماليه اصروا زاد انه يمروه للتصويت وصوت عليه. واضح. سي محمد زيد الماهر، جست نتفاعل معاك انه تعرف انه اكيد تعرف انه وزاره الماليه كان ابدت تحفظ شديد، لانه الدوله اليوم ما تنجمش تتنازل على مداخيل ديوانيه كبيره. ما نعرفش كان انتم حسبتوها ولا لا، ما معناها يتكلف على الدوله مقترح كما هذا المعلوم الديواني، نعرفوا اللي هو عمود الميزانيه. كيفاش باش تقنعهم انتم؟ هل عملتوا دراسه قداش يتكلف المقترح هذايا على الدوله اليوم؟ باهي اختي، تفضل سيدي. شنو اختي شنو الفورمول هي احنا اللي قدمناه؟ راك تنجم تورد سياره مستعمله من الخارج، وتنجم تمشي تشري سياره جديده زاده من السوق المحليه. دونك هنا يعني حتى اختلال السوق هنا مش باش يصير، باعتبار انه لي كونسيسيونير كان يقدموا عروض باهيه ويواصلوا يقدموا في ديزوفر باهين وسيارات متاحه بطبيعه الحال تكون الاسعار متاحه. ما نمشي نشري كرهبه جديده من عند كونسيسيونير في تونس ومش لازم نقعد نورد فيها من برا. دونك الفرضيات هذه كل حطيناها، شجعنا على الفواتور الكتريك، شجعنا على الفواتور هيبريد. معناتها باش تكون الالكتريك والهيبريد. وتعرف انت توا كيف واحد يدخل يعمل ريشيرش توا يشوف توا يلقى برشا تنوع ويلقى برشا فرص متاحه في السيارات في المتناول، يعني اسعارها في المتناول. اذا نرجع اجابه على سؤال اختي جيهان، ما حددناش سعر السياره، فقط النقطه برك اللي احنا اقترحنا ان تكون عن طريق الهبه، يعني انه مواطن من الخارج يعمل لك هبه، او عن طريق معناها نعملوا كما التامبر،
يعني في التفاصيل هكا جماعه اللي يدخلوا في الاف سي ار وغيره يعرفوها الاجراءات هذه. معناها التونسي عباره تونسي باش يكون هو عنده اف سي ار وباش يمشي يجيب كرهبته من برا او يجيبها له واحد لهنا. بطبيعه الحال تقول لي الفلوس كيفاش باش تخرج. احنا كل تونسي عنده الفيزا، عنده هاك المسموح به سياحي اللي باش ينقلوا على الباسبور نتاعو هو وزوجته الكوبل. معناه الكوبل مع بعضهم ينجموا يستغلوا الفلوس باش يجيبوا سياره. هذا ضمن في المشروع في الفصل حاليا. واضح سي محمد زيد الماهر، شكرا لك عضو اللجنه الماليه بمجلس النواب على تدخلك معنا ومدنا بهذه التفاصيل. نكملوا مع بعضنا. يقعد مقترح ما نعرفش شكون اللي حتى اللي يسمع واللي شايف يقولوا له مقترح هذايا وكانه باش ياخذوا باكثر شعبيه ويقول لك لا اكثر، وانه مقترحات كما هذايا ماشيه نحو الرفض. والله اعلم، احنا قاعدين نتبعوا دوتوريكا، احنا فسرنا لكم شنو اللب نتاع المقترح هذايا، كيفاش تنجم تتمتع به العائله او المواطن، بشرط انه يكون عائله معناها الاعزب له. 29 دقيقه على موزايك كفايه نكملوا بعضنا حتى لنص نهار. جابت 20 على 20، وهذه ثاني مره في تاريخ هذه الكليه. شنو الحكايه؟ كل التفاصيل بعد شويه معنا.